كل التحية والتقدير نجحوا فيه لمصر وصلوا إلى صفقة القرن، والرئيس مصر وشعب مصر وجيش مصر ومواطني مصر على موقفهم. أنت لما تخسر لي 100,000 شهيد ويتحطم اقتصادك منذ 1948 وانت بتحارب علشان فلسطين، وبعدها تحفر لي 3000 نفق تحت مرعى وسمع المخابرات الحربية المصرية وتساعدك في تهريب السلع وإعاشة الغزيين، والمصريين كانوا يعرفون، وبعدها بعد ثورة اللي صارت على مصر تتسلل عناصر من حماس وتقتل الأمن المصري عبر هذه الأنفاق اللي كانت تعلم عنها المخابرات المصرية. الدور المصري في القضية الفلسطينية لا يمكن أن نشكك فيه. النقطة الثانية، الدور العربي اللي يقولون يتحدث على جرائم الحرب. احنا جبنا 146 دولة كعرب اعتراف بمنظمة التحرير أن تكون دولة عضو فاعل وليست عضو مراقب. مين يقدر على مر التاريخ أن يقوم بهذا الدور لو ما قامت فيه السعودية والإمارات والأردن؟ النقطة الثالثة، التهجير. ولكن يعني التهجير بس النقطة هذه، التهجير. أنت فاكر هم منعوا التهجير؟ أبدا. الموقف الأردني والموقف المصري لما الملك عبد الله يحفظه في واشنطن كانوا عاملين له كمين إعلامي، قال لهم احنا عندنا ورقة مصرية خلينا ننتظر وناخذ موافقة العرب. وقف العرب وقالوا لا للتهجير. مصر لو فاتح المعبر 1.8 مليون فلسطيني هربوا، 1,800,000 المتوقع، لأن الرجل تحت القصف يهرب ولا يلوي شيئا. قادة حماس بعضهم الآن يحافظ على الأسير الفلسطيني في نفق طول 40 متر، أسير واحد، وفي اليوم يموت 200 فلسطيني بالخيام يضربونهم بالطيران. يحافظ على الأسرى الإسرائيلي. أما أنا لهذا الكابوس أن يتوقف بدل الكلمات والشعارات الرنانة. مصر عملت وخذت أراضيها بعد كامب ديفيد ونجحت. الأردن عمل اتفاق وادي عربة ونجح. هو يقول لماذا لم تستخدم، أو هو دكتور أستاذ رحيم معه في هذا الأمر، يمكن أن توضح الفكرة أيضا. يعني احنا هسه شفناها أنه المصالح هي اللي لعبت دور في كامب ديفيد، لماذا لا تستخدم العرب المصالح في بالضد بأن تكون ضد النوعي لإسرائيل. أنا أعمل مصالحها مع الولايات المتحدة تستخدمها كورقة ضغط على إسرائيل توقف لحل الدولتين. يعني القرار اللي أنت سيد رحيم نقطته صحيحة. من قال لك احنا سأدخل دكتور بس اللي يرد سيد فهمي. من قال لك احنا ما كلمنا الدول العربية، ما ضغطت على الأمريكان وكلمتهم؟ بس احنا من خلال السلطة الفلسطينية. حماس ليست منظمة مشروعة. من معترف دوليا بحماس؟ في أحد معترف دوليا بحماس غير إيران؟ ولها مكتب مع الحوثي اللي الآن يصنف إرهابي. القضية الآن ليست حماس، القضية أن الشعب في غزة يبال، وبالتالي طبعا الشعب من المتسبب؟ العرب قوة كبيرة. كنا نتحدث أنا وحضرتك عن